نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله واحد الكسكسو يا سلام، ما نقولش لكم بالتفايه. نتمنى ان شاء الله الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. تبعوا معايا فقط الفيديو حتى الاخير باش تعرفوا جميع التفاصيل. هنايا بالنسبه للمكونات اللي عندي، كيف ما كتعرفوا الكسكسو راه ما فيش بزاف المكونات. عندي هنايا الربيع والخرقوم، عندي 2 بصلات كبار، عندي 3 المطيشات، عندي القرعه. وبالنسبه للحم عندي هنايا اللحم ديال الغلمي، عندي هنايا الحمص غسلته من قبل. عندي هنا بالنسبه للزيت كاس خلطت فيه زيت البلديه والزيت الروميه. بالنسبه للكسكسو هنايا عندي كسكسو ديال داري متوسط. وعندي هنايا خيزو. بالنسبه للعطريه راه عندي الملحه والسكينجبير والبزار والخرقوم. كيف ما كتلاحظوا راه الطريقه سهله. فقط انا طريقتي في الكسكسو ولا سورتو في لاصوص عندي واحد الطريقه متغايه. كناخد جميع المكونات كنديرهم في الاول، يعني كنرمي الزيت، العطريه. بالنسبه للعطريه هنايا راني خديت معلقه صغيره، يعني البزار درت معلقه صغيره، سكينجبير معلقه صغيره، الملح حتى هي ملعقه صغيره، والخرقوم حتى هي ملعقه صغيره. هنا غادي ناخد حتى نحمص. كيف ما قلت لكم الحمص انا كنديرو من الاول. علاش؟ باش كيجي طايب، حيتاش كنديرو يعني كنديرو بالقشور ديالو بكل شيء، باش كيجينا طايب ويجينا شاد في الثياب. كندير الحمص من الاول يتشحر مع اللحم، وكنرمي حتى البصله والمطيشه حتى هما من الاولين يتشحروا مع اللحم. انا ما كندير هاد المكونات هما الاولين وكنخليهم يتشحروا، يعني انا رمييله باش ديك لاصوص كتجيني خاطره وزوينه ديك لاصوص الاولى. وكنزيد نص كاس ديال الماء وكنخلي هادشي يتشحر على عافيه مهيله. عاد كدير كنبلل من بعد. ومره ضروري كنبقى نقلب في هذا اللحم مزيان باش يشرب ليا ديك العطريه. وصافي هنايا كناخذ الماء دافي باش كنبلل. تقريبا انا هنا راه عندي طنجره كيف ما كتشوفوا ديال الكسكسو شويه كبيره. غادي نحاول نعمرها حتى للنص. وبالنسبه للخضره ما كنرميهاش دابا في الاول، كنخلي حتى اللحم يدخلوا الطياب مزيان. اما الا كنتو دايرين الدجاج راه كديروا كلشي في دقه واحده، انا كنخلي اللحم يطيب مزيان. دابا غادي ندوز باش نوجد معكم التصويره الاولى. بالنسبه للكسكسو هنا كناخذ كسكسو متوسط، وضروري كنزيد عليه كاس ديال كسكسو عفوا كناخذ كسكسو رقيق، وضروري كنزيد عليه كاس ديال كسكسو يكون متوسط. كنخلطهم، ملي كنخلطهم صراحه كيجيو زوينين. واول حاجه كندير كناخذ زيت الرومي وكنديرو هو الاول، يعني ما كنديرش الماء هو الاول، كندير الزيت. كندخل الزيت مزيان مزيان في هذا الكسكسو باش ما يتعجنش لينا. وهاد الطريقه صراحه راها زوينه، وهي اللي كندير ديما وهي اللي كدير حتى ماما. يعني كيجي كسكسو محلول وكيجي صراحه زوين، حتى في الخدمه ما كيعذبكمش، يعني ما كيتعجنش لكم. هنا صافي راني كيف ما كتشوفوا راني درت الماء، سقيته مزيان بالماء. في الاول كنسقيه مزيان في الماء، كنسقيه مزيان وكنخليه يشرب شويه. هنا كيف ما كتلاحظوا معايا راه من بعد ما شرب، شوفوا كيفاش ولا، راه شرب داك الماء كامل اللي سقيته به. هنا صافي كندوز المرحله اللي كنحل فيها الكسكسو. ما كنحتاجش الغربال، كاين اللي كيدير هكا داك الغربال ديال السلك باش كيدوز كسكسو، باش كيحيد دوك التكويرات اللي كيكونوا. انا فقط كنخدموا بايديا مزيان بهذه الطريقه اللي كتلاحظوا معايا. كنحلو مزيان، كنحاول نحلو بالاصابع ديالي، كنحلو مزيان مزيان. يعني ما كنحتاج لا كسكس لا والو، فقط كنحلو مزيان بالاصابع ديالي باش كيجينا هذا الكسكسو محلول وكيجينا مخدوم مزيان وكيجينا صراحه ما كيعذبنا ما حتى حاجه. صافي هنايا راني خدمته مزيان بالاصابع ديالي. خديت الكسكاس وغادي ندير ان شاء الله الفوره الاولى طيب. صافي هنا كيف ما كتلاحظوا معايا غادي نرمي الفوره الاولى. وكيف قلت لكم انا راه ما غاديش نرمي الخضره دابا، غادي نخلي حتى اللحم يطيب شويه، حيت اللحم شويه كيشد الطياب. وغادي ندوز نوجد معكم التفايه. هنا بالنسبه للتفايه
غادي نحتاج هنا 5 البصلات صغار شلطهم. عندي بصيله صغيره كيف ما كتشوفوا راني درت فيها رويصات ديال القرنفل. هاد السر كيجي زوين، هاد الطريقه صراحه، والسر كيجي واعر في التفايه، كيخلي التفايه كتعطي واحد البنه زوينه. هنا بالنسبه للعطريه كنديروا فقط راس ديال المعلقه فقط، يعني ما كنكثروش العطريه. ملحه والبزار ودامه ديال الزعفران، الخرقوم وسكينجبير، معلقه صغيره ديال القرفه، معلقه كبيره ديال الزبده، 3 المعالق ديال الزيت، 4 المعالق ديال السنيده، والقليل من العنب اولا الزبيب. غادي ندوز نوجد الطريقه كيف ما كتشوفوا هنا. غادي نديرها في كوكوت. غادي ناخذ البصله من الاول، غادي ناخذ ديك البصيله اللي درت فيها القرنفل، غادي ندير الزيت العود. انا كنطيب ديما صراحه بالزيت العود، تقدروا ديروا حتى الزيت الروميه. وغادي نرمي ديك العطريه ونخلي هاد المكونات يتشحروا مزيان. في الاول خلوها حتى تشحر مزيان ويدخلها الطياب. بالنسبه للمكونات هادو ما غاديش نديرهم دابا، غادي نزيد فقط العنب، الزبده والقرفه والسنيده، وغادي نخليهم حتى للاخر. هنا غادي ناخذ شويه تقريبا، ما غاديش نكثر الماء، غير واحد الربع كاس ديال الماء غادي نديرو. وغادي نرمي العنب حتى هو، وغادي نخلي هاد التفايه طيب. غادي نسد عليها ونخليها طيب على خاطرها. بطبيعه الحال راني ناقصه عليها البوطه. صافي راني زدت العنب هنا، غادي نسد عليها ونخليها دابا طيب. هنا كيف ما كتلاحظوا معايا طلعت الفوره الاولى، غادي نحيدها. كيف ما كتلاحظوا معايا غادي ناخذ واحد الملعقه، نحاول نبرد تقريبا داك الكسكسو كامل، راه كيكون سخون. غادي نحاول نطلقه مزيان بهذيك الملعقه. وفي هذه اللحظه ثاني يعني الفوره الثانيه حتى هي كنسقيها بالماء. غادي ناخذ في الاول واحد شويه الملحه، تقريبا جهد واحد معلقه كبيره مع مراش اولا معلقه ونص صغيره على حسب كميه ديال الكسكسو اللي نتوما عندكم. انا هنايا تقريبا درت ملعقه صغيره عامره. درت كيف ما كتشوفوا الملح. وغادي نزيد دابا الماء، يعني تفويره ثانيه حتى هي كنسقي بالماء. وكندير نفس الطريقه كنسقيه وكنخدمو مزيان مزيان. ندخل هذاك الماء في الكسكسو ونخدم مزيان هذاك الكسكسو فقط بالاصابع ديالي باش ما يتكورش، ولا تكورت شي هكا شي وحيده كنحلوه فقط بالاصابع ديالي. يعني كنخدمو مزيان. قد ما تخدم مزيان قد ما كيجي داك الكسكسو محلول وكيجي مخدوم مزيان وكيجي شارب لينا، ما كيجيش ناشف. بالاخص مضرب كيجي شويه ناشف. دونك ملي كتسقوه بالماء في الفوره الثانيه راه ما كيجيكمش ناشف. بالاخص انا راني خلطت الكسكسو درت الكسكسو الرقيق مع المتوسط. دابا صافي راني خدمته مزيان بالاصابع ديالي بهذه الطريقه باش كيتحل الكسكسو ما كيجينيش مكور. بالنسبه للسر من الاسرار لاصوص اللي كيجيني واعر واللي داق عندي لاصوص كتعجبو. هنا بالنسبه للخضره كيف ما كتشوفوا راه عندي قلت لكم الخضره اللي هي غير خيزو القرعه وعندي المعدنوس والربيع. هنا خديت جوج مطيشات، حيت لهم الزريعه ديالهم حكيتهم في الحكاكه الكبيره. وخديت البصله صغيره حكيتها في الحكاكه الرقيقه، ومعلقه صغيره ديال مطيشه ديال الحك. صدقوني هذا السر اللي ما كيديروش، واخا انا متاكده الاغلبيه كيديروه في الفوره الثانيه. ملي كنبغوا نرموا الفوره الثانيه نديروا هاد لاصوص فوق الخضره. يعني هاد المطيشه والبصله ومطيشه الحك كيعطينا واحد البنه في لاصوص، وكتجينا ديك لاصوص خاطره وفي نفس الوقت لاصوص كتجينا حمراء. يعني هاد الطريقه تقدروا ديروها مع اللحم، مع الدجاج، مع اي حاجه، يعني مع اي نوع من سواء الدجاج سواء اللحم مع القديد كيجي صراحه رائع. هنا غادي نرمي في الاول الخضره هي الاولى. كيف ما قلت لكم انا راه نخلي اللحم يطيب هو الاول، يعني ما كنسدش عليه في الكوكوت ولا كنفضل نطيب في البرمه. غادي نرمي هنا الخضره، يعني فقط خيزو وقرعه حيت بغيت ندير تفايه وما بغيتش نكثر الخضره بزاف. هنا غادي نرمي المطيشه اللي قلت لكم فيها المطيشه والبصله محكوكه و مطيشه ومعلقه صغيره ديال مطيشه الحك. هنا هذا هو السر باش كتجيك لاصوص رائعه، كتجيك خادره. صدقوني جربوها وانا متاكده غادي تعجبكم وردوا عليا الخبر. صافي هنايا غادي ناخذ كسكسو. غادي نرمي الفوره الثانيه باش طيب. كيف ما كتلاحظوا معايا راه كسكسو محلول، يعني ما كيعذبك ما حتى حاجه. مني كتخدميه مزيان
بالاصابع ديالكم. ملي كديري الزيت في الاول راه ما كيتعجنش لك الكسكسو، ما كيتكورش ليك. هاد الطريقه صدقوني كتجي زوينه، جربوها وغادي تعجبكم. غادي نخلي الفوره الثانيه طيب، اولا الفوره الثانيه تطلع، وغادي ندوز نشوفوا التفايه. كيف ما كتلاحظوا معايا هنا التفايه صافي راه طابت. كيف ما كتشوفوا داك الماء راه كتطلقوا البصله، يعني ضروري سورتو ملي كطيبي في كوكوط راه كتطلق كيطلق شويه ديال الماء. كنفضل الكوكوط دغيا على انني نخليها طيب هكا في كامله، كتاخذ شويه الوقت. هنا حيد ديك البصيله اللي فيها القرنفل، درت ملعقه صغيره ديال القرفه، ودرت ديك الزبده. ضروري من الزبده كتعسل لينا هذاك التفايه. طريقه ديال التفايه صراحه هذه صدقوني غادي ديروها وغادي تعجبكم. وغادي ناخذ هنايا سنيده. علاش ما كنديرش العسل واخا يكون حر، المهم راه العسل كيطلق الماء. كنفضل ندير فقط سنيده. بالنسبه للكميه ديال الحلاوه تقدروا تنقصوا 2 معالق فقط على حساب الكميه ديال البصله اللي نتوما دايرين. انا غادي نخليها، ما غاديش نسد عليها، غادي نخليها ونقص البوطه، وما غاديش نوقف على التحراك. كيف ما كتشوفوا هنايا راه بدا كيتبدل اللون ديالها، كتولي قهويه وكتعسل. ما حدي انا كنحرك فيها وهي كتعسل. صافي دابا غادي نخليها على جنب، وغادي ندوز باش نحيد الفوره الثانيه. غادي نحاول نحيدها كامله من الكسكاس، وغادي نحلها مزيان هكا بالمغرفه. دابا هذه الفوره الثالثه اللي غادي نرمي ان شاء الله. في الفوره الثالثه كندير الزيت البلديه، كيجي صراحه رائع. يعني فوره ثالثه راه ما كاين لا ما لا والو، دونك كندير فقط زيت البلديه وكنخليها هكا شويه، ومن بعد كنعاود نكسكسو هكا شويه فقط بالاصابع ديالي نطلقو. وصافي هذه هي الطريقه ديال الكسكسو اللي كندير. طلبوا مني بزاف البنات عبر الانستغرام والفيسبوك باش نشارك معاهم الطريقه ديالي، وحتى الناس اللي كلاوهم اللي كلاو عندي كسكسو صراحه كيطلبوا بانني نشارك معاهم الطريقه. نتمنى ان شاء الله الطريقه ديالي تكون نال الاعجاب ديالكم. هنا صافي راني كيف ما كتشوفوا غادي ندير الفوره الثالثه طيبي ان شاء الله. غادي ناخذ هنا واحد المعلقه صغيره ديال السمن، غادي نديرها في لاصوص، وغادي نخلي هاد الفوره الثالثه طيب على المهل. غادي نحيد هنا القرعه. انا القرعه حيت دغيا كطيب، ما كنبغيهاش تفرتت ليا، كنبغيها تبقى باش المنظر ديالها في الكسكسو تبقى شاده في راسها، وحتى المنظر يبقى زوين. دونك كنحيدها. غادي نحط الكسكاس، وغادي نتلاقى معكم ان شاء الله في الشكل النهائي. فوالا كيف ما كتلاحظ معايا صافي الفرة الثالثه من بعد ما طابت راني حطيتها في القصريه اللي غادي ندير فيها ان شاء الله التقديم. هنايا راني قسمت كسكسو على جوج، يعني درت واحد القصريه لجداتي الله يخليها ليا وشافيها ان شاء الله، ودرت قصريه لينا حنا ماني للدار. هنا كيف ما كتشوفوا درت هذه الطريقه، ضروري ما كندير لاصوص في الوسط باش يوصل، حيت الا حطيت اللحم الاول ودرت لاصوص الوسط كيكون ناشف. هاد الطريقه صراحه صدقوني ديروها ما غاديش يجيكم ناشف من الوسط. كندير شويه ديال لاصوص من الوسط صافي، وكنحط اللحم، وغادي نحط باقي المكونات اللي عندي. فوالا كيف ما كتلاحظوا معايا هذا هو الشكل النهائي. درت الخضره اللي عندي، ودرت التفايه من الفوق. كيف ما كتلاحظوا معايا التفايه كتجي زوينه وكتجي معسله. حتى لاصوص البنات صدقوني كتجي رائعه، كتجي خاطره. نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم. مهم فيديو خفيف ظريف، شي حاجه اللي بسيطه، شي حاجه اللي طبيعيه وبسيطه، ماشي شي حاجه اللي كتاخذ وقت بزاف. الصوره
راه معروف ما كياخذش الوقت بزاف وساهل، ماشي شي حاجه اللي صعيبه، يقدر اي واحد يوجدو. فقط كيكون عندنا واحد الاسرار اللي كتخلي صراحه لا تجي زوينه اولا كسكسو يجيك زوين ومحلول. المهم هذه هي الطريقه ديالي، هذا هو الفيديو ديال اليوم. نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم. ما تبخلوش عليا كيف ديما بالتعليق اللي كتفرحوني بها وباللي لايك اللي كتخلوا ليا. نتمنى ان شاء الله اللي مازال ما شاركش معنا في القناه يشترك ويضغط على الجرس، وباش ان شاء الله يوصلكم جميع الفيديوهات ديالي وجميع الجديد ديالي ان شاء الله. شكرا لكم على حسن المتابعه، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو جاي مع وصفه جديده. مع السلامه.